السلام عليكم. بشكادية فحال ديال المطاعم الفخمة، لا هذه حسن من المطاعم، هذه ما تجبروهاش في المطاعم. هذه بشكادية معمرة مقلية، كلها مفاجآت. تبعوا معي الفيديو للآخر وتشوفوا. إذا على بركة الله حاجتي هنا في سمك البشكادية أو لو ميغلون، مغسول طبعا ومنقي ومقطر مزيان. وهنا عندي التوم محكوك، كنضيف له مليحة وشويش د المعدنوس مقطع وكنقسمها على جوج، النص غنستعملو والنص غنخليها نرجع له من بعد. كنشبر ديك البشكاديه اللي طبعا مقطره مزيان كيف ما قلنا، وكنعمل لها ديك التوم مع ديك المعدنوس والمليحه في القلب ديالها. كنمرروا عليهم كاملين مزيان وما تخافوش شحال ما كثرتو كيزيدوا الطعم روعه. نتوما عارفين قداش كيتماشى المعدنوس مع الحوت. وهنا عندنا بيضات ديال البشكاديه اللي غسلناهم تاهما مزيان وقطرناهم، كنعملوهم في قلب منا ونشدوا ليهم وكنستمروا في نفس العمليه حتى كنعمروهم كاملين. ومن بعد كنشبروا واحد الكوردون وكنشدوا لها ديك الكريشه ديالها. من بعد كنشبروا نعطيو لها ديك الشكل الدائري اللي كيعجبنا كاملين. كنضغطوا على الديل ديالها في وسط ديك السنينات ديالها باش كنحصلوا على هذا الشكل هذا الدائري. وهنا باش نتقاسم معكم خلطه السمك ديالي السحريه. عندي هنا نص كاس د الطحين، فيه معلقه كبيره د المايزينا، نص معلقه د الخماره ونص معلقه د الملح، رشه د الابزار وكاس كبير د الماء، وكنخلطهم جيدا حتى كنحصل على هذا القوام اللي كتشوفوا. صافي كنعمل ديك البشكاديه ديالي فيه وكنعملها كنقليها يعني في حمام زيت او ديب فراي. وفي الوقت اللي البشكاديه ديالي كتقلى كنحضر هنا هاد الخلطه. كناخذ ديك النص اللي قلنا خليناه من الثوم والمعدنوس، كنضيف له عود مليحه شويش د الابزار والحر شويش بزياده، وكنعملو مع شويش د الليمون. وهنا البشكاديه ديالي جاهزه، قدمتها مع الطبيص د العدس اللي ما كنستغناش عنه بالطريقه المغربيه. كنعمل فوق منها ديك الخلطه او التتبيله اللي عملنا بالمعدنوس والثوم والتوابل، وتشوفوا معايا النتيجه. انا مأكده مليار في المئه غادي تحبوها ان شاء الله. مقرمشه من برا وكتذوب من داخل، طيبه كلها على التمام، وحين كنفتحها فحال كتصيف وسط منها شي مفاجاه. ديك البيضات ديال البشكاديه بديك اللون ديالهم الرائع والطعم ديالهم الرائع. وهنا نصيحه، ما تاخذوش شي البشكاديه ديال الفاج. شوفوا معايا ما شاء الله ديك البيضات البشكاديه على لون فيهم وعلى قوام وعلى طعم كيحمق ما شاء الله. انا مأكده اذا طبقتوا هذه الطريقه غتحماقوا عليها. وهنا كنوريكم البشكاديه ديالي الثانيه حتى هي وجدات، وهنا ضفت لها ديك البيضات مقليين هذه المره. ايوا كيف جاتكم؟ ما تنساوش دعم القناه والصلاه على الحبيب.